مورتي على فرانشا إيطاليا نيليا. موت الفرنسيين هو صرخة إيطاليا. هو ده اللي قالوه جماعة سرية لمكافحة الغزو الفرنسي. الجماعة دي امتدت حتى وقتنا هذا، وكل الحاجات المخالفة لقوانين البلاد بتكون تحت رعايتهم ومراقبتهم. مخدرات، تزوير، دعارة، قتل، سرقة، كل ده ابتدى من كلمة مورتي على فرانشا إيطاليا نيليا. ولو جمعنا أول حرف من كل كلمة هنلاقيها بتكون لنا مافيا، وهي دي قصتها. كل ده بدأ هنا بالظبط، سيسيلي أو جزيرة صقلية. في الحقيقة هم ليهم بدايتين والاتنين في نفس المكان بس مع اختلاف الزمان. الأولى لما في جماعة سرية اتكونت لمقاومة الاحتلال الفرنسي، وده كان غرضهم 100% شريف. والتانية لما انضمت أخيرا صقلية لدولة إيطاليا، ولأن صقلية كان منتشر فيها الدمار والخراب، حكومة إيطاليا ما كانتش عارفة توفر الأمان الكافي لحمايته. ونظرا لوجود الإقطاعيات في الوقت ده إن يبقى في حد غني معاه أراضي كتير جدا وباقي الشعب شغال عنده، كترت السرقة. وعلشان كده كبار المنطقة قالوا احنا مش هنعتمد على الحكومة، احنا هنحمي نفسنا بنفسنا، احنا اللي هنوفر الأمان لأصحاب الأراضي دول. وبالنسبة للعصابات والناس اللي بتسرق هنشغلهم عندنا مقابل مادي بسيط. مع الوقت العائلات دي تكبر ونفوسهم تكبر والجرائم اللي بيعملوها تكبر. بس اهم حاجه علشان تبقى عضو من اعضاء المافيا ان انت يبقى عندك شرف. لو انت شريف وهتطيع الاوامر من غير ما تعترض ومش هتطلع اي سر بره، فانت مرحب بيك. ولو فكرت تخن او تقلل من اي حد مننا، المصير الوحيد ليك هو الموت. بس في الحقيقه في كمان كام شرط زياده. اول واحد انك تكون قتلت على الاقل مره واحده في حياتك، والتاني هتقسم قسم اسمه قسم السم، بتوزع على اللي هينضموا حبوب السيانايد، وهيتقال لك لازم تكونوا محتفظين برصاصه واحده على الاقل في سلاحكم. ولو حد سالك مين ابوك هتقول ابي الشمس وام القمر. اما بالنسبه للرصاصه دي، علشان تقتل نفسك لو كنت اي مبدا من مبادئ المافيا. ولان دايما بيكون في فتره سقوط وضعف بسبب ضعف حكام الاقاليم وبتاع، المافيا ما قدروش يقفوا قصاد حاجه زي كده في عصر موسوليني والفاشيه في العصر ده. من الاخر كده كانوا عايزين يمحوا المافيا من التاريخ، وده عن طريق القتل. يعني المافيا ايه المشكله؟ هتتقتل، واللي مش هيموت هيتم اعتقاله. ومع دخول ايطاليا مع قوات هتلر في الحرب العالميه الثانيه، الجزء المتبقي من عائلات المافيا كان لازم يلاقوا مكان يهربوا ليه، مكان يستعيدوا فيه قوتهم. وهل هيبقى في مكان افضل من امريكا بلد الحريات يعملوا فيها نشاطاتهم دي؟ قبل ما ندخل في قصه المافيا بجد بقى، لان انا فعلا متحمس ليها جدا جدا، اتاكد انك مشترك على القناه واعمل لايك لو انت مش عامل، لان ده فعلا بيساعد. انتشارهم في امريكا ابتدى واحده واحده، وما كانش ينفع يحصل غير كده، لان بكل بساطه لو عملت اللي كنت بتعمله في بلدك هتموت. فلا بد من اتخاذ القرارات بتأني وبدون استعجال. وهي اشطر حاجه بيعملوها الطليان بعد البيتزا والباستا الواين. وكان ساعتها تجاره النبيذ في الوقت ده في امريكا كانت ممنوعه، وعلشان هي ممنوعه يبقى تقدر تجيب منها فلوس كتير، فلوس كتير قوي. الغريزه البشريه عزيزي المشاهد، سرقه مفيش مشاكل، اللي يعرف يسرق حاجه من غير ما حد يعرف يسرقها. الدنيا ضاقت بيك قوي وشايف ان في حد معاه فلوس كتير جدا وانت نفسك فيها، اقتله، بس اهم حاجه من غير ما حد يعرف. وبعض العصابات منهم اتجهت للقتل المأجور. القتل المأجور بكل بساطه ان انا اروح اقول لحد معين انا عايزك تقتل لي شخص مقابل مبلغ من المال. وتيجي هنا الحته الصايعه، لما اروح اقول للشخص اللي انا هقتله ده ان انا معروض عليا المبلغ الفلاني مقابل ان انا اقتلك. معاك فلوس اكتر؟ تمام، مبروك، هتعيش. معاكش فلوس؟ للاسف هتموت. Don't take it personally, it's just business. وهي دي كانت بداية الحماية بالابتزاز. كل عيلة من عائلات المافيا بيبقى ليها التخصص بتاعها أو المجال اللي شغالة فيه، ومحدش من باقي العائلات ينفع يشتغل فيه. يعني على سبيل المثال هنفرض إن كان في 6 عائلات في الوقت ده في حتة معينة في أمريكا، وكل عيلة من العائلات دي ليها التخصص بتاعها. هنفرض مثلا إن العيلة الأولى بتتخصص في تجارة المخدرات، الثانية تجارة الأسلحة، الثالثة الكحوليات، الرابعة شغالة في القمار، الخامسة القتل، السادسة شغالة في الدعارة. ما ينفعش أي عيلة من العائلات دي إنها تدخل في شأن التانية. ولو حصل، يعني بمعنى إن أنا كعيلة رقم 1 رحت تاجرت في السلاح اللي بيتاجر فيه العيلة رقم 2،
هيحصل مشكله كبيره جدا بين العيلتين دول. وداخل كل عيله في تنظيم ابن لذينه حاصل جوه، حرفيا كل حاجه متظبطه بالحرف. شجره العيله بتضم كذا طبقه، واعلى منصب ممكن تنوله في العيله انها تبقى الدون او البوس، وبالعربي يعني رئيس العصابه. البوس او الدون بتبقى كل القرارات الحاسمه، مثلا زي حرب بين عيلتين او توسع معين، كلها بترجع ليه في المقام الاول. والبوس علشان يبقى بوس لازم يبقى من اصول ايطاليه او صقليه. ويجي بعد البوس او الدون هو الكونسيلياري او المستشار. ده الوحيد اللي يقدر يعارض البوس وجها لوجه على القرارات اللي هو بيتخذها، واحيانا بيتم المطالبه بان هو يعارض البوس او الدون في قرار معين. يعني ساعات الرئيس ذات نفسه اللي بيطالبه ان هو يعترض على الكلام، او هو عنده راي افضل من الراي بتاعه. بس في شرط مهم جدا لازم يكون في الكونسيلياري، مش لازم تبقى ايطالي ومش لازم تبقى اي جنسيه معينه، بس لازم يشترط فيك حاجه واحده، الا وهي ان انت لازم ما يكونش عندك طموح ان انت تبقى بوس او دون في يوم من الايام. ويجي بعد البوس مباشره الاندر بوس، وده بيتم اختياره عن طريق البوس. مثلا واحد من ابناء البوس ده شايف ان هو ممكن يتكلف بيوم من الايام ان هو يمسك العيله دي، فبيختاره بناء على هذا، ومالوش اي صلاحيه ان هو يعترض وجها لوجه مع البوس في اي قرار بيتخذه. ممكن يلعب بذكاء مع البوس ان هو يقدر يتدخل اكتر جوه قرارات العيله. والاندر بوس بيبقى متكلف بصفه رسميه ان هو يتعامل مع الكابتنز او الكابو. والكابو او الكابتن بيتم اختيارهم من الرئيس اغلب الوقت، وممكن بالمناسبه يختاروا الاندر بوس. بس سواء البوس اللي اختارهم او الاندر بوس بيختارهم، اللي بيبقى مسؤول عن اللي بيعملوه او اللي بيبقى مشرف عليهم هو الاندر بوس. ودور الكابو او الكابتن بان هو بيكون مسؤول عن مجموعه من الجنود او السولجرز، ومهمتهم ان هم بيتعاملوا مع المهمات اللي بيحطها البوس او الدون بصفه مباشره، هم اللي بينفذوا من الاخر. وعلشان تبقى سولجر او جندي مش شرط ابدا ان انت لازم تكون من عيله ايطاليه او من اصل صقلي، ممكن تبقى من اي عيله في الدنيا، بس اخرك ان انت تبقى سولجر، مش هتبقى اعلى من كده. بره عن شجره العيله خالص يجي دور الاسوسيات او المساعد الخارجي، وده مش بيبقى عضو من اعضاء العيله، ولكن بيتم تكليفه بمهمات معينه، واحيانا بيقوم بدور الوسيط. من الاخر كده بيعمل نفس دور الديلر بالظبط، علشان يبعد الاذى عن اعضاء العيله الاساسيين حتى لو كانوا سولجر. والاسوسيات او المساعد مش هيقدروا يوصلوا حتى ان هم يكونوا سولجرز في يوم من الايام. وبكده تكون اكتملت شجره العيله للمافيا. وعدى زعماء عظماء كتير جدا على تاريخ المافيا ومشيوا بنفس النظام، ولكن اللي عليه العين واللي اعتقد ان هو اذكى واحد فيهم واختارهم هو ألفونس جابرييل الكابوني. وبرغم ان ابوهم ليس لهم اي نشاطات اجراميه، ظل واحد من اخطر ان لم يكن اخطر واحد في رجال المافيا. وده يرجع لما اتطرد من المدرسه وهو عنده 14 سنه، وظهر في حياته جوني توريو، وانضم لعصابته وهو عنده 17 سنه. بقى رجل عصابات وهو عنده 17 سنه، وهو ده السن اللي اخذ فيه اول غرزه او اول قطع في وشه. ومع الغرزه دي اللقب اللي لزق فيه لحد ما مات، سكارفيس. وهنا يظهر ذكاء الكابوني، هو يقول على القطع في وشه ده ان هو اخده في الحرب العالميه الاولى، وبدل ما هو رجل عصابات او بلطجي بقى بطل في نظر الناس. وعلشان اهله كان ناس محترمين وفي نفس الوقت هو رجل عصابات، فكان بيعرف ازاي يتعامل مع عامه الشعب وازاي يتعامل مع العالم السفلي. زي ما قلت لك من شويه ان كانت ساعتها المخليات ممنوعه في امريكا، فكانت دي احسن طريقه يجيب منها فلوس، وفي نفس الوقت احسن طريقه يحسن بيها من صورته قصاد العالم. تيجي تسالني ازاي ممكن حاجه زي كده اصلا تحسن من صورتي باي شكل من الاشكال؟ من الاخر كده غير من صوره التهريج. فاكر انت الاساسيات او المساعد الخارجي اللي كان في شجره عيله بنشرحها من شويه؟ هو لغى الفكره دي خالص وبقى هو الديلر بنفسه. اخلي الناس تيجي الحانات او المقاهي وتيجي تقول كلمه السر، واديك احلى ازازه كحول علشان الحوار ما يتكشفش. بقى يجيب فرق الجزل المشهوره وتعزف عنده في الحانات بتاعته. خطته بالفعل نجحت، وبقى يقولوا له تاجر السعاده. الناس بتروح تتكلم عند امان، فاكيد هيقولوا عليه تاجر السعاده. لا صحيح، احنا في حاجه نسيناها كده. البوليس باين نسينا البوليس. كان بيرشيهم عادي جدا، بس تحت مسمى هدايا. تخيل ان كل ده بيحصل واصلا الكابوني ما كانش رئيس العصابه. مش بس كده، ده كمان توسع في الدعاره.
بيكبر البيزنس بتاعه، ولكن ده اثار غضب مجموعه تانية او عصابه تانية في الوقت ده، والعصابه دي من اخطر العصابات اللي كانت موجوده في امريكا ساعتها، نورث سايد جانج، واللي كان تخصصهم التهريب. طب هتقول لي هيتضايقوا ليه؟ هم تخصصهم التهريب، واصلا هو ما جاش جنبهم، ما جاش جنب المجال بتاعهم. يعني في الحقيقه انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا هقولها كده بصراحه، علشان ضد التعليم الكاثوليكي. علشان كده خمره قلنا ماشي، رشوه قلنا تمام، لكن دعاره ليه ما خدناش دين في المدرسه؟ المهم العصابه دي هتحاول تتخلص من جوني تريو رئيس العصابه ساعتها، واللي نجا من الحادثه دي باعجوبه، وقرر ان هو يعتزل حياه الاجرام دي، ومن هنا تولى الحكم الكابون. كان عنده كام سنه بقى ساعتها الكابون؟ عنده 26 سنه. ايوه 26 سنه. 26 سنه هنا بيبقى همهم ان هم يلاقي بنت الحلال، وفي بعض الاحيان لسه ما لاقوش شغل. يعني انا مش بقول ان ده افضل من ده او حاجه، بس يعني ايه تفهمني. بص دون جيم مي رونج، اوكي؟ بس على عكس زعماء المافيا اللي الناس كلها كانت بتكرههم الا الكابون. الكابون اللي كان بيلبس شيك وشكله ابن ناس كده، ولكن انت كرجل عصابات برضو مش هينفع تفقد شعبيتك مع العالم اللي تحت، ولازم تفضل سكار فيس. ولان لو اي حد من العالم دي افتكر ان انت خستعت كده ولا كده مش هيسموا عليه. وده اللي عمله الكابون، كان عارف ان في 3 من رجالته عايزين يتخلصوا منه، فقرر ان هو يعزمهم على العشاء. مذبحة القلعه بتتعاد، وراح جاي نازل الضرب في ال3 بعصايه البيسبول لحد ما حطم جماجمهم. وده الذكاء اللي بكلمك فيه، ان هو عارف يبقى امتى بالظبط يبقى ابن ناس كده وعميق، وامتى يبقى سكار فيس ومحدش يقدر يقرب. ولكن وقعت الشاطر بقى، يروح الكابوني لميامي وبذكاء يبعت 2 متنكرين في رجال شرطه لعصابه النورث سايد ويتخلصوا عليهم كلهم. بس الراجل قال لك انا كنت في ميامي بصيف بره عني انا الحوارات بتاعتكم دي، وانا ما عملتش اي حاجه. بس ما حدش صدقه، كل اصابع الاتهام اتوجهت له. الصوره المحترمه اللي كان راسمها لنفسه اتدمرت. الناس كلها بقت تقول عليه ان هو رجل عصابات لا ينتمي الا لعالم الجريمه. يسافر من شيكاغو لفيلادلفيا ويظهر بالسلاح قصاد الناس كلها، ويسلم نفسه بكل امان للبوليس، ويعترف ان هو مذنب بتهمه حمل السلاح. وهفهمك ليه قرار زي كده قمه بالذكاء. هو فكر ان هو لو اختفى سنه جوه السجن الزيطه اللي عليه دي هتهدى شويه، وعلشان المذبحه اللي حصلت مع النورث سايد جانج دي محدش كان عارف يثبتها 100% عليه، فقال لك انا هاخد سنه احسن ما اخد اعدام ولا اخد مؤبد لو الحاجه دي تم اثباتها بالفعل. واخرج بعدها بسنه ويلاقي حاجه جديده يقدر يحسن بيها من سمعته، لان في الوقت ده كان فيه الكساد اللي بوظ اقتصاد امريكا بالكامل، واللي الناس كانت فيه مش لاقيه شغل خالص. وهنا يجي دور يظهر بالوشاح في ثوب روبن هود. انا حرامي بس هاخد من الناس الغنيه دي وادي للفقراء، ويعمل مطعم بياكل فيه 2100 مشرد كل يوم. فطبيعي الناس هتبص له نظره السوبر هيرو، الراجل ده انقذهم من الجوع. ده غير الفلوس اللي كان بيدفعها للكنيسه كل سنه تقريبا حوالي $20,000، وده كان ايام الثلاثينات، ولولاه كان كتير جدا من كبار السن كانوا هيموتوا. فبقى محبوب من الجميع مره ثانيه. وحادثه النورث سايد جانج خلاص ما بقاش ليها اي اثر، وعلشان الحكومه الامريكيه تتخلص منه قرروا ان هم يلعبوا نفس لعبه الكابون، ان هم يعملوا سوبر هيرو جديد للناس، هم انتاتشابلز، مجموعه من الضباط هدفهم الاساسي والوحيد هو تخريب سمعه الكابون، وتسموا بالاسم ده علشان مستحيل ترشيهم على عكس باقي الضباط. وهدفهم اعلامي بحت مش امني تمام، بالرغم ان هم قفشوا اكتر من 5000 قضيه تهريب كحوليات، بس هم مش عايزين يقبضوا عليه بالمنظر ده، هم عايزين يخربوا سمعته الاول. بيعملوا حركه ذكيه جدا ان هم يفرضوا ضرائب حتى على الحاجات الممنوعه والتهريب والكلام ده، ويتقبض عليه بتهمه التهرب من الضرائب، ويعمل نفس الحركه اللي عملها قبل كده ان هو يعترف ان هو مذنب وخلاص كده ويدفع الضرائب اللي عليه، وهو كده كده معاه فلوس ما بتخلصش. وتيجي المفاجاه ان القاضي بيرفض اعترافه وبيصر على المحاكمه. ده غير اللعبه من الاعلام الامريكي ان هم يحاولوا يخربوا لقب روبن هود ده اللي كان متعلق بالكابون ساعتها، وده عن طريق ان هم يستخدموا الاناقه اللي هو كان فيها. هو كان جاي المحكمه وهو جايب البدله اللي بالمبلغ الفلاني والجزمه اللي بالمبلغ العلاني ضده. لو انت بتلبس كل ده حرفيا واقل جزمه من الجزم بتوعك ممكن تاكل عيلك كامله لمده شهر، غير الاف الدولارات اللي ما رضيش يدفعها للحكومه ولا للشعب، فيتحكم عليه ب 11 سنه
سجن، ودخل السجن بس على مين؟ يروح جاي راشي الناس اللي في السجن ويتحول السجن ده لحاجه احسن من بيته كده تقريبا، لحد ما تحول لسجن الكاتراز، سجن مخصص للمجرمين الخطيرين فقط. كان ان هو كان عنده 35 سنه بس، وده سن صغير جدا بالمناسبه، اللي هو كان ممكن يقضي المده دي 11 سنه دولت ويكمل حياته الاجراميه زي ما هو عايز، لكن تنتهي حياه الكابون بسبب مرض الزهري، والمرض ده جاله بسبب اتصاله الدائم بالعاهرات وهو كان لسه صغير، وكان يقدر يتعالج في الوقت ده بالمناسبه، بس هو كان خايف يروح يتعالج لمراته تعرف. المرض وصل لحد دماغه، واللي كان اعراضه الخرف والبارانويا. تخيل تبقى راجل في حجم الكابون كده ويبقى بتخرف زي العيال الصغيره، اللي هو حرفيا كنت بتنيم شيكاغو من المغرب. وبانتهاء حياه الكابون تنتهي حلقتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو حابب اكتر من النوعيه دي من الفيديوهات قول لي تحت في كومنت، قول لي حابب اتكلم عن مين تاني بعد كده. ما تنساش تتاكد انك مشترك على القناه واعمل لايك، لان ده فعلا بيساعد في انتشار المحتوى. لحد هنا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.